السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا غاليين؟ كل سنة وانتم طيبين. هنعمل مع بعض بإذن الله أحلى الكيكات اللي ممكن احنا بنعملها. هي كيكة البرتقال. احنا اليومين دول في برتقال كتير في السوق. انا هبدأ اعملها بيضة واحدة وعليها ذرة من الملح وعصرة ليمون. انا ما عنديش فانيليا، حطيت ليمون وكده كده انا حاطة عصير برتقال. كوباية الا ربع سكر، كوباية الا ربع عصير برتقال، ربع كوباية زيت، معايا كوبايتين الا ربع من الدقيق. هنخلهم بقى، هنخل ديت وهنخل الكوباية التانية الا ربع، احط عليها معلقة من النشا وحوالي كوبايتين الا معلقة، ونزلت بيهم كلهم وعليهم بقى معلقة كبيرة من البيكنج باودر. وهبطه كده الاول بالمضرب السلك، لو تقدري بيه تشتغل بالمضرب اليدوي عادي، بس انا هكملها بالمضرب الكهرباء. اخلط المكونات مع بعض حلوة قوي، وانزل الجوانب بمعلقة كده، انزل الجوانب كلها علشان ما يبقاش فيه تكتلات، واكون في الوقت ده شغالة الفرن ودهنة الصينية بتاعتي وبطناها بالدقيق، زيت زبدة سمنة الموجود عندي، ومعايا خلة كده. وحاول ان انا انزل الفقاقيع اللي بتبقى فيها هوا، واخبط الصينية خبطتين كده. طبعا كلنا بنعرف نعملها، بس هي من اطعم الكيكات وريحتها تحفة. كيكة البرتقال اللي انا عاملاها بقشرها ومصفياها. هي كده خرجت من الفرن، لونها جميل. معايا بقى نص فنجان عصير من البرتقال الفريش، وحطيت عليه معلقة من السكر وغليته غلوة وسبته برد. بتديها في حتة تانية خالص، بتديها طعم زي طعم البسبوسة كده، طعمها بيبقى طعمها فعلا جميل. هي دلوقتي خلصت معايا اهيت، ما اخدتش وقت خالص بصراحة، كله على بعضه، وطلعت برضه نتيجة كويسة وحلوة مرضية اوي. نص فنجان الصوص بتاع البرتقال اللي اتحط عليها، وداها في ناحية تانية خالص في الطعم بصراحة. فيها شبه من البسبوسة كده. أتمنى الفيديو ينال رضاكم، وتقوموا تعملوا حاجة حلوة سريعة لولادكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.